مرحبا البنات، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل بالف خير. قبل كل شيء نقول لكم الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا كما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم هذا الطبق تين الشوكي بالزيتون. طبعا جبت هنايا، شوفوا، جبت صدر تاع دجاج، جبت حبه بصله مكرفجه، جبت تقريبا هنا 200 غرام تاع الزيتون، جبت هنا كذاك زوج حبات تاع زروديه. التوابل جبت الملح، القرفه، توابل مشكله، وجبت سكينجبير، وجبت كذلك الكركم. طبعا هنايا وجبت كيما تشوفوا هنايا صفيت البصله، انا محتاجه الماء تاعها بعدا. نروح مباشره حطيت هكذا مرميطه، حطيت قليل تقريبا مغرفه تاع زيت، وزدت معها شويه تاع زبده. ومن بعد نروح نحط هذيك البصله نقليها كالعاده، ونخلي شويه من بعد نحتاجو نقليو بالطريقه اللي واضحه معكم في الصوره. شوفوا البنات، هذا الفيديو بكل صراحة أنا صورته قديم، صورته في الصيف عنده وقت، ولكن أنا ما نزلتوش في القناة، خليته درتو نوع من ترجمة تاع الانجلي، وبعدها قعدت في القناة حتى اليوم اللي قررت يعني ننزلو، ندير له الصوت وننزلو. طبعا هنا شوفوا درت هنايا لي زيبيس. طبعا هذاك الصدر تاع الدجاج كي نحيتو هذاك الدجاج، نحيت هذاك العظمه طبعا رميتها هنا باش تطلق لنا البنه. الزيتون كالعاده نحكمو هنايا، نصفيوه شحال خطره يعني نغسلوه 3 خطرات 4، والمره الاخرى نديرو لها مغرفه تاع نشا، ومن بعد نعاودو نصفيوه بلا ما نشلو مباشره، نفرغوه كيما شفتوا هنايا في القدره تاعنا او في الطنجره تاعنا عفوا. ومن بعد نروح في اللحظه هذه الماء طبعا ما راهو يسخن باش نحكم نقلي به او نمرق به عفوا. طبعا هنا نخليه يتقلى مليح ونمرقه. ومن بعد نروح هنايا، شوفوا هنا جبت الدجاج هذاك الصدر طبعا رحيته، جبت هذيك البصله، نحط الملح والتوابل نفس التوابل اللي حطيناهم في المرقه رايحين نحطوهم هنايا. انا هنا بعد ما حطيت هذوك التوابل حزت ضفت هنايا البصله الطريقه هذه، ونجي ندخل كامل المكونات مع بعض. زيدوا ما تنسوش كذلك فص ثوم، اللي يحب الثوم يعني في المره يحب القوت تاع الثوم يزيد لها فص تاع ثوم، وندخل كامل حتى تدخل لك البصله ولي زيبيس كامل ما هنايا الطريقه هذه. وهنايا طبعا هنايا خليتها تقلات، شوفوا هنا كيفاش يعني تجمرت معانا. نروح كيما قلت لكم نروح نمرقها بالماء السخون، هنا ضروري يكون الماء سخون. شوفوا هنايا نمرقها، المرق يعني كميه قسمه يطيب لنا داك الزيتون ويطيب لنا كذاك الدجاج راح نخدموه، رايحين نطيبوه هنا في المرقه. طبعا انا نغطيها ونخليها طيب، ونولي كذلك نشكل هذوك التين الشوكي بالطريقه هذه. ندير لك الماء، هذاك هو الماء تاع البصله اللي قلت لكم خليوه هكذا. راح انا نحطه في يدي ونشكل به، ونجيب هنايا فرماج كذلك. هنا جبت هنا فرماج ونحطه هنايا. البنات سمحوا لي برك، انا قلت لكم هذا الفيديو كان قديم يعني، انا صورته شحال، صورته في التليفون الاول، ماشي هذا هو التليفون اللي راني نخدم به دركا، صورته بالتليفون الاول وقعد الفيديو هذا مخبي يعني والله ما هونت يعني نعاود نمسحه. قلت خلي ندخل له الصوت وننزله، معليش يعني نوع ما يعني الصوره ماهيش باينه مليح كيما راني نهبطهم دركايا بصحيتك، ولكن الفيديو عجبني ما حبيتش يعني نخسر هذاك الفيديو خليته. شوفوا هنايا انا نشكل هكذا على شكل الاخر التين الشوكي هكذا بالطريقة هذه. شوفوا هنا كيفاش راه يشكل فيها، ندير هذاك الشكل تاع التين الشوكي هكذا بالطريقة هذه. طبعا انا نكمل كامل الكميه تاع الدجاج، ومن بعد بعدا نروح كذاك المرقه تاعنا بعد شوفوا هنا بعد ما راه يطيب نجيب هذوك معانا هذوك اللحم الملحي او التين شوكي اللي شكلت على شكل تين شوكي، وندخلها في المرقه هكذا ونخليها حتى طيب الطريقة هذه. طبعا احنا قريب شهر رمضان يعني كذا نوجد وصفات رمضان هذه يعني هذه وصفة خفيفة يعني تليق في رمضان نوجدوها مع الشوربة فريك مع البورك.
خاصة لمحبين الزيتون، يعني نحاول نقدم لهم الزيتون بطريقة مختلفة. شوفوا هنا ندير كامل هكذا، انا نحاول نهبطهم هكذا بالعقل باش ما يخسروليش. خلي نصيك كيفاش ندير ليستا باش ما يخسروا، باش هكذا باش ما نحطهمش على بعضهم باش ما يخسروليش. ونغطيها ونخليهم يطيبوا. من بعد ما طابوا، شوفوا هنايا من بعد ما طابوا هنايا، شوفوا كيفاش طابوا هنا، نخرجهم. هنا هذه نخرجهم. شوفوا هذه المرحلة الأولى، ونروحوا للمرحلة الثانية ونخليو هذاك الزيتون حتى يتجمر معنا. شوفوا لهنا البنات، انا جبت هنايا الزيت. شوفوا انا قليت من قبل ومن بعد كملت نقلي اللي فضلوا نقليه معاكم. انا هذوك جبت قليتهم مباشره في الزيت، كان سخنت الزيت يعني ياخذوهم طايبين يديو فقط لون احمر. ومن بعد ما خذاو هذاك اللون الاحمر نجيب هذا الفرماج نحطوه هكذايا بالطريقه هذه، هو سخونين يعني. غير نحيها من المقله نجيب نشكلها. شوفي انا نسيت هكذايا هما سخونين باش يديو هذاك لا فورم تاع الحبه تاع الشوك الهندي هكا، أو تين الشوكي، عفوا تين الشوكي. باش هكذا يديونا هذيك يعني يدير لا فورم هذيك ويذوب هذاك الفرماج ويلصق. ونجيب هنايا كما راكم تشوفوا جبت هنايا هذاك عفوا السينوج. ندير هذوك النقطات الكحل بالطريقه هذه هاك. نبقى نشكل هكذا حتى نتحصل على هذاك على ذاك الشكل تاع التين الشوكي. طبعا ندير هذاك الجر تاع اللي يجي شتو في الحبه تاع التين شوكي تجي في نزيد الثانيه معكم. طبعا انا هنايا هما هكذاك سخونين، غير نحيها من الزيت نجيب مباشره نخدمها باش تاخذ لا فورم تاع الحبه. شوفوا هكا بالطريقه هذه. شوفوا هنايا سخنت، كانت سخونه يديا. شوف نحاول تشوف كيفاش هكا يعني. شوفوا كي نشوف هكذا الفيديو هذا ونشوف يعني الفيديوهات تاع دوك في الصورة في الكاميرا خلاف كبير. يعني كان التليفون الأول يعني كان كارثة، كان التصوير تاعو يعني نوع ما تصوير رديء كثير. بصح بصح يعني كي تكون وصفات كيما هذولا منحبوا نخسروهم معليهش. المهم المعلومة توصل، الوصفة توصل، هذا هو أهم حاجة. شوفوا هنايا نصيك كيفاش ندير كامل. شوفوا هكذا بالطريقة هذه حتى نكمل نخدم كامل الحبات تاع هذا الشوك تين الشوكي. عفوا ديما نقول الشوك الهندي تين الشوكي بالطريقه هذه. وشوفوا هنا بعد هنا، شوفوا هنا طاجين الزيتون تاعنا بعد ما تجمر طفيته ودرك نجي هنا للتقديم. شوفوا كيفاش قدمته، جبت حطيت الزيتون هذاك مع الجزر بالطريقه هذه. ونجيب هذاك الحبات تاع تين الشوكي ونقدمهم معاهم. كما قلت لكم هذه الوصفه تليق يعني في رمضان. هكذا نغيروا من الوصفات. تصدقوني بزاف بنينه بزاف كذاك. الحين يحبوها الولاد الصغار، يحبوها الكبار. الكبار تقدر حتى تقدميها للضيوف يعني ما شاء الله. تصدقوني جات روعه روعه. طبعا ننساش نقول لكم يوصل معايا الفيديو ما تنساوش اللايك للفيديو باش يوصل اكبر عدد. الكومنت قولوا لي رايكم، كذلك قولوا لي كذلك ما تنساوش تعملوا اشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد. شوفوا هنايا بالطريقه هذه. يبقى التقديم اختياريا. شوف انا نحدد شحال نحبه. انا هذا فقط قدمته هكذا في الصحن بالطريقه هذه. ان شاء الله تعجبكم وترضى تنال اعجابكم، عفوا تنال اعجابكم يا رب الكريم. ونقول لكم اللي وصل معايا للفيديو حتى لهنا نقول لكم شكرا على المتابعه. نتلاقاو في فيديوهات جدد ان شاء الله.